على موجات الأغاني الحكاية مش بس غنوة، الحكاية حياة. ساعة مع فنان. ساعة مع فنان رشا سلام. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وهذه السهرة في ساعة مع فنان. لقاؤنا الليلة مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. عانقت ألحانه الكثير من الأصوات فارتفعت بها إلى السماء. لم تكن حياته الأولى سعيدة، بل كانت مليئة بالصراعات بين رغباته الدفينة في حبه للغناء والطرب وما بين رغبات الأسرة، فأصر في النهاية على أن يكون قائد الثورة الموسيقية العربية. هو موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. حياتي كلها يعني مزيكا، يعني أنا عبارة عن مزيكا، يعني أنا أحب الموسيقى وحياتي كده بقى. في عندنا في ناس كتير شبان يحبوا يبقوا مطربين. ليه؟ عشان يبقى عنده عربية وعشان الناس تعرفه وعشان لما يمشي تسمى عليه الناس. العلم مسألة خطيرة جدا للناشئين الجداد، وما يفتكروش ابدا ان الفن ممكن ان الموهبة تكفي، وان ممكن الوصولية تخليه يبقى فنان. الشيء الوحيد اللي لا يمكن يفرض الفن، أي إنسان لو فقد الهواية انتهى فن. ولد الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب عام 1901 في حي باب الشعرية بالقاهرة بجوار جامع الشعراني. حفظ القرآن الكريم وهو في سن 7، حيث كانت البداية عندما كان يرتل القرآن بصوته العذب، فشغف آذان الناس حتى ذاع صيته وتأثر بقراء القرآن الكريم من أمثال الشيخ محمد رفعت والشيخ علي محمود والشيخ منصور بدران. وقد شجعه شقيقه الشيخ حسن، والذي كان له تأثير كبير على حياته فيما بعد، فقد كان بالنسبة له الوالد والأخ والصديق.
بتقولي كلام، وعنايا شايفة كلام، والناس بيقولوا كلام. قلبي بيقولي كلام، وانت بتقولي كلام، وعنايا شايفة كلام، والناس بيقولوا كلام. احترت يا صدق مين، واحترت يا كدب مين، احترت يا صدق مين، واحترت يا كدب مين. قلبي بيقولي، قلبي بيقولي. انت بتحلف لانك ليا، وعنك بتكدب حلفانك. انت بتحلف لانك ليا، وعنك بتكدب حلفانك. بيخبوا بيداروا عليا، وكلامهم مش زي كلامك. احترت انا بين قلبي وبينك، والحيرة عذاب. احترت انا بين قلبي وبينك، والحيرة عذاب. معرفش الصادق مين فيكو، ومين الكذاب. نجح الفنان محمد عبد الوهاب في دخول مجال الغناء بفرقة الجزائرلي، وظهرت له إعلانات في الشوارع وعلى الحوائط تقول: الطفل المعجزة، أعجوبة الزمان، محمد البغدادي. وكان محمد عبد الوهاب يخشى أسرته، فاضطر إلى تغيير اسمه، ووصل أجره وقتها إلى 4 جنيهات. ومن فرقة الجزائري انتقل محمد عبد الوهاب إلى فرقة عبد الرحمن رشدي بمرتب قدره 6 جنيهات، وكان ذلك عام 1920. ثم انضم عبد الوهاب إلى فرقة علي الكسار بمرتب شهري قدره 20 جنيها، غير أن عبد الرحمن رشدي لم يلبث أن استرده إلى الفرقة، وزاد أجره 5 جنيهات حتى أصبح راتبه 25 جنيها، وهو مرتب كبير لم يكن يتقاضاه كبار الممثلين في ذلك الوقت. وكان عبد الوهاب يغني في فرقة عبد الرحمن رشدي بين الفصول. وفي يوم علم أن أمير الشعراء أحمد شوقي بك جاء خصيصا لمشاهدة مسرحية الشمس المشرقة، والتي كانت تقدمها الفرقة، وأراد عبد الوهاب أن يلفت نظر شوقي بك إليه، فشد في تلك الليلة. لكن كانت المفاجأة أن شوقي بك في اليوم التالي بعث بشكوى إلى حاكم دار القاهرة يطلب فيها منع عبد الوهاب من الغناء بسبب صغر سنه. خي خي حبيبي لقاسي لي يا خي، يا خي قلبي قلبي خوفي علي واعملي يا خي، يا خي 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 حبيبي لقاسي لي يا خي، يا خي قلبي قلبي خوفي علي واعملي يا خي. امانا كنت تقابله تقوله الفرح نسيني، وقوله يشاور عقله وينسى يوم ويجيني. امانا كنت تقابله تقوله الفرح نسيني، وقوله يشاور عقله وينسى يوم ويجيني. وحلفه بويلي ومن نهاري وليلي، وحلفه بويلي من نهاري وليلي، وحلفه بويلي من نهاري وليلي، وحلفه بويلي من نهاري
وحلفوا بويلي من نهاري وليلي وحلفوا بويلي من نهاري وليلي وحلفوا بويلي من نهاري وليلي وفي عام 1922 سافر عبد الوهاب في رحلة فنية إلى فلسطين وسوريا ولبنان مع فرقة نجيب الريحاني، ولما عاد من رحلته قرر دخول معهد الموسيقى العربية، لكن الالتحاق بالمعهد يحتاج إلى مصروفات، إذن لابد من البحث عن عمل، ووجد عبد الوهاب وقتها عملا فأصبح مدرسا للأناشيد بمدرسة الخزندار. لا مش انا اللي ابكي ولا انا اللي اشكي لو جرى عليا هواك، ومش انا اللي اجري واقول عشان خاطري ولا ليا حق معاك. لا مش انا اللي ابكي ولا انا اللي اشكي لو جرى عليا هواك، ومش انا اللي اجري واقول عشان خاطري ولا ليا حق معاك. تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني هترجاك. انا قلتها كلمة وكل شيء اسمه ودي اسمتي وياك. وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الأمل، وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الأمل، وعايزني أرجع تاني لا هرجع لك تاني لا 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 لا. كم سنة لما دار الهوى بينا، فاكر احنا قلنا ايه؟ مش دي راحة قلبي ولا ده أمل حبي اللي اتفقنا عليه من كم سنة. وخلال العطلة الصيفية للمدرسة اشترك عبد الوهاب في حفلة غنائية كان معهد الموسيقى قد أقامها في كازينو سان ستيفانو بالإسكندرية، وتعتبر هذه الحفلة هي أول حفلة غنائية حقيقية يشترك فيها بعدما كان يغني على المسارح بين الفصول فقط. وعندما انتهى عبد الوهاب من فقرته وجد زميلا له يصعد إلى غرفته ويخبره بأن أحمد شوقي بك يريد مقابلته. وبعد تردد ذهب عبد الوهاب إلى شوقي بك فاستقبله مرحبا، وتوطدت العلاقة بين شوقي بك أمير الشعراء ومحمد عبد الوهاب، ومن وقتها تنمو بين الاثنين صداقة متينة لا يكتفي معها أمير الشعراء بصياغة الأغاني للمطرب الناشئ، لكنه أيضا يتبناه ويصحبه في كل مكان ويقدمه إلى كل أصدقائه ويساعده في تنمية معارفه الموسيقية والأدبية. بعدها أقام الشاعر الكبير أحمد شوقي حفلة في منزله كرمة ابن هانئ بمناسبة زفاف ابنه الأكبر علي، وحضر الحفلة الزعيم سعد زغلول وكبار الأدباء والعلماء والساسة، واستمعوا إلى صوت عبد الوهاب وهو يغني فوقفوا يتهامسون بأنه
أمل الموسيقى الجديد. وعن وفاة أمير الشعراء أحمد شوقي يقول عبد الوهاب: ركبت القطر فلقيت في القطر واحد كان صديقي جدا لشوقي ولعيلة شوقي، اسمه طاهر حق، يقرب ليحيى حق. وكان سكرتير لعلي باشا ماهر، وعلي باشا ماهر كان برضه صديق لشوقي، وكل دول انا قعدت معاهم. انا مش عارف قعدت مع دول ازاي، يعني ايه انا مفعوص عشان اقعد مع علي ماهر وسعد، حاجات كده تضحك. لكن اهو يعني القدر ادالي مدارس، فتح لي مدارس يمكن لم يوفق لها ابدا احد، وده بفضل شوقي. التقيت بطاهر حق فقال لي انت ما سمعتش حاجه؟ قلت له عن ايه؟ قال لي عن الباشا. قلت له مين باشا؟ قال لي عن شوقي. قلت له لا، ليه؟ قال لي انا ما سمعتش حاجه ابدا. قلت له ابدا. قال لي الله، اما ولاد حرام صحيح، ولاد كلب صحيح. قلت له ايه؟ قال لي انت شفته امتى؟ قلت له انا شفته امبارح اما وصلني الساعه 12 او 11 ونص او بتاع القطر، و على اساس ان هو يوصلني وبعدين يروح على البيت يعني يتغدى وكل شيء وارجع. قال لي الله، طب شوف بقى التلغراف. وطلع تلغراف، لقيت توفى والدي يا علي شوقي. قلت له مش ممكن، ايه الكلام الفارغ ده؟ واحد عاملها فيك يا طارق. قال لي يا شيخ اعوذ بالله. قلت له حياتك واحد عاملها فيك. انا بقى طبعا وهو وانا اكثر، يعني بالرغم من انه انا حاسس بانه ده كلام فارغ وغلط، يعني ابتدأت احس باضطراب. وقلت له طيب يا طاهر بيه، احنا في بنها ننزل ونخش في عند ناظر المحطة ونترجاه ان نطلب مصر بيت شوقي ونسأل، حاجة بسيطة جدا. وفعلا نزلنا ورحنا لناظر المحطة وقلنا له على انه يعني احنا عاوزين نتكلم ضروري في بيت شوقي عشان خاطر عاوزين نعرف اذا كان صحيح البتاع. فاشار الى جورنال واذا به الجهاد اتى بتوفيق دياب من الصبح، هو مات نقول الساعة 2-3 بالليل، طلع ملحق خاص بالوفاة شوقي ولقينا الملحق ليه. فانهارت وحطوني في القطر وانا في ذهول، يعني مانيش هنا. فحتى نزلت من القطر وخدت تاكسي انا وطاهر حقي ورحنا على البيت، فلقينا حريقه. انا طلعت طبعا، هو قاعد، لقينا بقى ناس كتير، لقينا سعيد لطفي اللي اذكره، يعني سعيد لطفي وتوفيق دوز واحمد لطفي السيد والجديلي ومش عارف ايه وناس هوسه بقى وبتاع طبعا، وكراسي قدام البتاع. في كان سلم يعني سلم، يعني زي ما تقول سلم خدم، يعني ما هوش السلم العمومي الواحد يطلع منه على الصالون الكبير، كانوا بيطلعوا منه الاكل ويطلعوا منه الحاجات اللي زي دي. فطلعت انا منه على طول بحكم ان انا يعني صاحب بيت يعني. فطلعت فلقيت بنت شوقي، ف يعني كده اترمت عليا باكيه، ولن انسى الكلمات اللي قالتها لي، يعني انت اللي كان بيحبك جدي وحاجات كده. ويعني نزلت زي ما تقول سايب، يعني اتفكيت كده، ما بقيتش عارف اتلم على نفسي، وقعدت مذهول على الكراسي. وجه كده جت قرعتي اني اقعد جنب سعيد لطفي. فبقول له يا سعيد بيه، شوقي مات، ابويا مات. قال لي يا ابني انت قصيده من قصايده.
مضناك جفاه مرقده وبكاه وراح معوده مضناك جفاه مرقده وبكاه وراح معوده حيران القلب وعذابه مكروح الجفن مساهد يستهوي الورقة أوه ويزيغ الصخرة نهد يستهوي الورقة أوه ويزيغ الصخرة نهد وينادي النجم ويتعبه ويقيم الليل ويقعده الحسن حلفت بيوسف والصورة أنك مفرده الحسن حلفت بيوسف والصورة أنك مفرده وتمنت كل قطيعة يدها لو تبعث تشهد حلفت بيوسف والصورة أنك مفرده وتمنت كل مقطعة يدها لو تبعث تشهد جحدت عيناك زكي دمي أكذلك خدك يكحد قد عز شهودي إذ رمت فأشرت لخدك أشهد بيني في الحب وبينك ما لا يقدر واش يفسد ما بال العادل يفتح لي باب السلوان وأوصده ويقول تكاد تجنني فأقول وأوشك أعود جحدت عيناك زكي دمي هكذلك خدك يكحد قد عز شهودي إذ رمت فأشرت لخدك أشهد بيني في الحب وبينك ما لا يقدر واش يفسد ما بال العادل يفتح لي باب السلوان وأوصده ويقول تكاد تجنني فأقول وأوشك أعود مولاي وروحي في يده قد ضيعها سلمت يده ناقوس القلب يدخله
ثنايا لؤلؤها فتملي أكوت منضده ما كنت هواك ولا خاطرت سلوى بالقلب تبرد. ذكر عبد الوهاب أن أول لقاء جمعه بأم كلثوم عام 1925 كان بمنزل أحد الأثرياء وهو محمود خيرت والد الموسيقار أبو بكر خيرت وجد الموسيقار عمر خيرت، حيث غنيا معا دويتو على قد الليل ما يطول ألحان سيد درويش. بعد ذلك لحن لها أغنية رفضت أم كلثوم أن تغنيها فغناها عبد الوهاب. ومنذ بداية الثلاثينيات وحتى أواخر الأربعينيات كانت الصحف تلقب كل من عبد الوهاب وأم كلثوم بالعدوين، إلا أنه جرت محاولات للجمع بينهما. المحاولة الأولى كانت لطلعت حرب الذي أطلع محمد عبد الوهاب وكوكب الشرق برغبته في جمعهما في فيلم يتولى استوديو مصر إنتاجه، ووافق الطرفان على القيام بالفيلم، لكن حدث اختلاف بينهما حول من يقوم بتلحين الأغاني المشتركة بين البطلين، ونتيجة إصرار كل طرف على موقفه تأجل المشروع لتفشل محاولة طلعت حرب. أما المحاولة الثانية فقد قام بها الرئيس جمال عبد الناصر، حيث انتهز احتفالات أعياد الثورة وعاتبهما على عدم قيامهما بأي عمل فني مشترك أثناء لقائه بهما، فوعداه بالعمل على ذلك، وجاءت أغنية أنت عمري كأول عمل مشترك بينهما. هي كانت لماحة بذكاء، ذكاء فني، مش بس إحساس فني، ذكاء فني. يعني الفن له ذكاء، ممكن واحد يكون أو ممكن مطرب أو مطربة يكون فيها إحساس لكن ما فيهاش الذكاء، فهي كانت لماحة بذكاء. فعني قعدنا نتناقش ونتحاور ونتكلم كده مش عارف ايه، هي تهزر معايا وانا اهزر معاها، لكن المهم الفنان بيهتم جدا اما يلاقي انسان فاهم يحط ايده على حاجة هو ايضا حاسس بيها، دي مسألة مهمة جدا. كنت اما اغني في الصالات زي مثلا مسرح رمسيس او حاجات زي دي، كنت اتلمس بودني مين اللي هيقول لي في الوقت اللي انا عاوز اقول لنفسي واتجه له واغني له، او هو ده. ويمكن هذا الرجل يكون جاي ما معهوش اجرة التذكرة استلفها ولا معهوش اجرة التاكسي ومشي، جاي من اخر الدنيا، ويمكن يكون ما فيهوش اي صفة من صفات الاجتماعية اللي الانسان يتجه لها ابدا، لكن انا حسيت بانه ده بيسمعني زي ما انا عاوز، مش زي الناس ما عاوزه. فالحكايه دي عجبتني قوي، ان ام كلثوم تيجي تقول لي تحط لي ايدي على حاجه انا فعلا حاسس بيها. وقد حققت الأغنية نجاحا منقطع النظير شجعهم على المزيد من التعاون لتغني كوكب الشرق 10 أغنيات من ألحان محمد عبد الوهاب خلال 9 سنوات فقط، هم أنت عمري كلمات أحمد شفيق كامل عام 1964، على باب مصر كلمات كامل الشناوي عام 1964، أنت الحب كلمات أحمد رامي عام 1965، أمل حياتي كلمات أحمد شفيق كامل عام 1965، فكروني كلمات عبد الوهاب محمد عام 1966، هذه ليلتي كلمات جورج جداق عام 1968، أصبح عندي الآن بندقية كلمات نزار قباني
عام 1969. دارت الأيام كلمات مأمون الشناوي عام 1970. غدا ألقاك كلمات الهادي آدم عام 1971. ليلة حب كلمات أحمد شفيق كامل عام 1973. وقد أطلق على هذا التعاون اسم لقاء السحاب. وفي عام 1932 كان الفنان محمد عبد الوهاب قد اشتهر في كل أرجاء المعمورة والأقطار العربية، وذات ليلة عرض عليه الاشتغال بالسينما. وكانت أغاني عبد الوهاب في تلك الفترة هي كلنا نحب القمر، يا جارة الوادي، على غصن البان، خايفة أقول اللي في قلبي، واللي انكتب على الجبين. وقد تم اللقاء الذي أثمر أول فيلم غنائي للمطرب الأول في مصر، وتم إخراج الفيلم في باريس لأن مصر لم يكن بها استوديو للأفلام الناطقة. وكان أجر عبد الوهاب في فيلم الوردة البيضاء 450 جنيها. وقد قام الشاعر أحمد رامي بتأليف أغاني الفيلم، من ضمنها أغنية يا وردة الحب الصافي، وقد نجح الفيلم نجاحا كبيرا. يا وردة الحب الصافي، تسلم ايدين اللي سقاكي. يا وردة الحب الصافي، تسلم ايدين اللي سقاكي. يا توالت بعد ذلك الأفلام، ومن أشهر أغاني محمد عبد الوهاب في أفلامه إني النجاشي، اجري اجري، محلاها عشت الفلاح، يا وابور قولي، أوبرت مجنون ليلى، المية تروي العطشان، ومشغول بغيري، وحكيم عيون.
كما غنى محمد عبد الوهاب للملك فاروق، وأيضا بعض الأناشيد الدينية بصوته، وكان آخر أغانيه هي من غير ليه. مش معقول مش معقول يا حبيبي يا حبيبي أبدا أبدا مش معقول القدر اللي أداني بحبك يوم من الأيام يبعدوا. مش معقول مش معقول يا حبيبي يا حبيبي أبدا أبدا مش معقول القدر اللي هداني بحبك يوم من الأيام يبعدوا. مش معقول مش معقول حبنا يا حياتي يقدر يساوي سحابه بعد ما كنا حضن ولادي نرجع تاني نقف على بابه. مش معقول مش معقول حبنا يا حياتي يقدر يساوي سحابه. تزوج الفنان محمد عبد الوهاب من السيدة نهلة القدسي، وأنجب منها 4 بنات وولد. وهنا يتذكر أبناء محمد عبد الوهاب عصمت ومحمد عبد الوهاب بعض مواقف أبيهم فيقولوا: هو كوالد كان والد، يعني كموضوع فنه منفصل تماما عن علاقته بينا كأولاده. يعني كان يهتم قوي بحاجات يعني الناس ما تتخيلش، الدراسة، نجحنا، عملنا حاجات زي دي. وكانت علاقته بينا فيها نوع من الصداقة جامد ونوع من الاحترام جامد جدا. أحبك أحبك ما أقدرش أنساك ما أقدرش أنساك ما أقدرش أنساك ما أقدرش أنساك. كان موضوع المواعيد وإن احنا نحترم طقوسه ومواعيده كان شيء مهم جدا. فكلنا كنا عارفين غدا الساعة كذا، النوم بعد الغدا من كذا لكذا. كل الحاجات دي ما نهوبش ناحيتها وما نقربش ولا نقلقوا فيها بأي حال كان، صغيرين كبار حتى ولادنا يعني لهم أحفاده. فكنا بنعمل له حساب جدا. بعدين على السفرة وفي فاكهة مثلا، الفاكهة اللي محتاجة غسيل يعني لازم الطباخ أو السفراجي يجي لنا لغاية السفرة واحنا قاعدين ويوريه انها محطوطة في كان في حاجة اسمها ترمونجانات يتنقع فيها الخضار والبتاع بعينيه، ويقول له طب وديها واشطفها وارجع وريها. يعني كل ما يتعلق بالنظافة اللي ممكن يبقى فيها ميكروبات، دبانة وقشت، ولو دبانة دخلت البيت ممكن السفراجي يطرد. كان أجمل يوم ما شكالي يوم ما شكالي. أنا أفتكر مرة إن هو كان في باريس وأنا كنت متجوز ومخلف وعندي مكتبي وعندي مش عارف إيه. وبعدين لقيته مرة بيكلمني من باريس وفي حالة ثورة وهياج فظيع. في ايه ما تقوليش، هو ما كانش يحب في ايه. قلت له طب ايه اعمل ايه يعني؟ قال لي تيجي. قلت له قال لي فين؟ قال لي تيجي باريس. قلت له ليه؟ قلت له قال لي انا ابوك بيقول لك تعالى باريس يعني تيجي باريس. قلت له حاضر يعني اديني فرصة. قال لي لا تيجي بكره. قلت له لا ما ينفعش بكره، يعني محتاج فيزا ومحتاج تذكرة ومحتاج، مالكش دعوة أنا هعمل كل حاجة. قلت له طب اديني 48 ساعة. وفعلا في 48 ساعة أنا رحت له وقعدت معاه 15 يوم. كان هو دكتور عوض وزوجته ثروة راسه بتاكله، يعني الحتة دي بيهرشها والله. والدكتور عوض موجود قاعد قدامه ويحلفوا بأولاده وبمراته فيا إيه عندي إيه. والراجل يقول له والله العظيم يا أستاذ عوض ما فيش
مفيش حاجه خالص ولا حاجه. وفعلا وزي ما رحت زي ما رجعت ما عملتش حاجه. ساعة ما بشوفك جنبي ما اقدرش اداري واخبي، ابكي من فرحة قلبي وانسى العذاب. ساعة ما بشوفك جنبي ما اقدرش اداري واخبي، ابكي من فرحة قلبي وانسى العذاب. نور عيوني زادت شجوني، يا نور عيوني زادت شجوني، دبل جفوني. لحن موسيقار الأجيال لمعظم المطربين وبعض المطربات العرب أكثر من 700 لحن. كذلك لحن للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وكريم محمود ونجاة وفايزة أحمد وغيرهم من المطربين. حصل الفنان محمد عبد الوهاب على جوائز وشهادات تقدير، وقد كرمه الملك فاروق ورئيس جمال عبد الناصر ورئيس السادات الذي أعطاه الدكتوراه الفخرية، وكذلك رئيس محمد حسني مبارك. وقد كرم خارج مصر فكرمه الرئيس بورقيبة والملك حسين والملك الحسن الثاني والملك فيصل، كما حصل على دكتوراه فخرية من إحدى جامعات أمريكا. قال لي كام كلمة يشبه النسمة في ليالي الصيف، فاتني وفي قلبي شوق بيلعب بي وفي خيالي طيف. قال لي كام كلمة يشبه النسمة في ليالي الصيف، فاتني وفي قلبي شوق بيلعب بي وفي خيالي طيف. قال لي كام كلمة يشبه النسمة في ليالي الصيف، فاتني وفي قلبي شوق بيلعب بي وفي خيالي طيف. غاب عني بقاله يومين معرفش وحشني ليه، احترت اشوفه فين وان شفته اقول له ايه. غاب عني بقاله يومين معرفش وحشني ليه، احترت اشوفه فين وان شفته اقول له ايه. غاب عني بقاله يومين معرفش وحشني ليه، احترت اشوفه فين وان شفته اقول له ايه. اقول له ايه. وعلى ضوء هذا الاستعراض نقول إن جهود الفنان محمد عبد الوهاب كرائد للسينما الغنائية وما قدمه من ألحان وموسيقى تصويرية وخواطر موسيقية بعد أن انتقل من التخت إلى الأوركسترا واتجه للمنهج العلمي بتقديم الموسيقى الموزعة توزيعا أوركستراليا والإقدام على المزج بين الموسيقى العربية والموسيقى الغربية وبالأخص الموسيقى الراقصة سواء بالنغمة
النقل أو التأثير أو الاقتباس، فأحدث بذلك ثورة في الموسيقى العربية بصفة عامة وفي السينما الغنائية بصفة خاصة. كل هذا جعله يستحق لقب موسيقار الأجيال. أنا والعذاب وهواك عايشين لبعضينا، أنا والعذاب وهواك عايشين لبعضينا، آخرتها إيه وياك، آخرتها إيه وياك، وياك آخرتها إيه وياك، اللي انت ناسينا، يا اللي انت ناسينا. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه السهرة في ساعة مع فنان. حتى الملتقى، لكم مني أطيب وأرق التحية. كنت معكم رشا سلام. خبيته وبقلبي غنيته وعشقت أنغامه، في حبي خبيته وبقلبي غنيته وعشقت أنغامه، وقلت أغني وياك قاسي، بعدت عني وفضلت قاسي، وقلت أغني وياك قاسي، بعدت عني وفضلت قاسي، واحتر شبابي معك والوقت فضينا، صابر وبستناك والصبر مش لينا، واحتر شبابي معك والوقت فضينا، صابر وبستناك والصبر مش لينا، اخرتها ايه وياك، اخرتها ايه وياك، وياك اخرتها ايه وياك، اللي انت ناسينا، يا اللي انت ناسينا. صابرين ومتصابرين وبيحسدوا الخالي، أهل الهوى
مساكين صابرين ومش صابرين وبيحسدوا الخالي. أصل الهوى الدار فيه القلوب تحتار، مالي الهوى ومالي. أصل الهوى غدار فيه القلوب تحتار، مالي الهوى ومالي. قال لي بحبك حيرت حبك، طوعت قلبك لوعت قلبي. قال لي بحبك حيرت حبك، طوعت قلبك لوعت قلبي. واحتر شباب معك والوقت فضينا، صابر وبستناك والصبر مش لينا. واحتر شباب معك والوقت فضينا، صابر وبستناك والصبر مش لينا. اخرتها ايه وياك، اخرتها ايه وياك، اخرتها ايه وياك. ياللي انت ناسينا، ياللي انت ناسينا. عيني على عيونك والرمش في كفونك، قادر وظالم ليك. عيني على عيونك والرمش في كفونك، قادر وظالم ليك. عينك بتتكلم والرمش بيسلم وانت مخاصمني. عينك بتتكلم والرمش بيسلم وانت مخاصمني. وبكل نظرة شايفة غرامك، ولا قلت مرة سبب خصامك. وبكل نظرة شايفة غرامك، ولا قلت مرة سبب خصامك. واحتر شباب معك والوقت فضينا، صابر وبستناك والصبر مش لينا. واحتر شباب معك والوقت فضينا، صابر وبستناك والصبر مش لينا. اخرتها ايه وياك، اخرتها ايه وياك، اخرتها ايه وياك. ياللي انت ناسينا، ياللي انت ناسينا. والساعة عدت بسرعة، بس لسه معانا حكايات. أصل الحكاية فن، الحكاية حياة. وعلى موجات الأغاني كنا مع رشا سلام وساعة مع فنان.